لقيت فيديو لواحدة اسمها ريهام عياد بتقول إن أغنية سلمى يا سلامة كانوا بيغنوها المصريات. خلي بالك من المصريات قالوا هم راجعين من بيوت الدعارة، أو بعد ما يكشفوا عليهم ويرجعوا لبيوت الدعارة. الست ديت مش فاهمة يعني هي ايه اللي هي بتقوله ده. هي بتخرف ولا ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ محدش قال لها ان هي دي أغنية وطنية، محدش قال لها ان هي من التراث المصري. يعني سيد درويش لما غناها غنى للبغيات. وحتى لو لا قدر الله ان ديت الاغنيه دي مصنفه عندها كده، يعني على حسب معلوماتها هي، يعني ايه الداعي ان انت تجيبيها يعني على اساس ان احنا نتعاير بيها بقى؟ وبتقولك ما تسمعوهاش تاني عشان عيب. والله انت اللي عيب عليكي تقولي الكلام ده. عيب عليكي ان انت تتصدري اي شاشه من الشاشات وتقولي الكلام ده، حتى ولو شاشه في بيتكم اصلا. يعني ايه لزوم الاصرار واهانه الشعب المصري بالشكل ده؟ انا مش فاهمه. فين وزاره الثقافه؟ فين اسره سيد درويش؟ فين رعاة التراث المصري؟ فين جمعيات التراث؟ فين ده كله؟ هو دي مش حاجات متسجله في التاريخ، الاغاني دي والحاجات دي التراثيه دي؟ عشان تيجي واحده زي كده تقول لك ده قالوها وهم خارجين من بيوت الدعاره؟ ايه ده؟ لا، ده في حاجه، حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه. وفين بقى السادة المحامين والناس اللي هي بيقول لك خدش الحياء والمش عارف ايه؟ ده تزوير للتاريخ، تزوير للتراث المصري. اما نشوف اخرتها ايه.